واخيرا بعد سنة و8 شهور يعني تقريبا 600 يوم من التعب والجهد والعناء، الصندوق اللي كنت مستنيه وصل. ده درع اليوتيوب الفضي يا جماعة، ده الصندوق اللي انا كنت مستنيه وحاطط عيني عليه بقالي سنة و8 شهور من ساعة ما ابتديت اعمل فيديوهات على اليوتيوب. تعالوا نفتح الصندوق دوت ونشوف هل فعلا فيه دولارات من جوه زي ما الناس بتقول ولا لا، ونعرف كمان اذا كان اليوتيوب يستاهل ان احنا نضحي بوقتنا ونجتهد ونعمل فيديوهات ونشتغل عليه ولا لا. اولا كده قبل ما افتح الصندوق حابب ان انا اقول لكم نقطه مهمه جدا، وهي ان والله العظيم مهما اوصف لكم من احساسي بالسعاده اللي انا حاسسها دلوقتي اهوت، مستحيل ان انا اوصف لكم احساسي عامل ازاي. دي رقم واحد. رقم اتنين، مفيش اعظم من انك تحط خطه قدام عينيك وتوصل لها، ومفيش اعظم من مكافاه ربنا ليك على تعبك واجتهادك وجهدك بكل ما اوتيت من قوه. فانا عايز اقول لكم ان انا ما وصلتش للموضوع ده بسهوله، لا والله انا كنت حرفيا بنهار بسبب ان انا عايز اوصل للنقطه ديت، والناس القريبه مني هي اللي تفهم الكلام اللي انا بقوله ده، وهي اللي عارفه الكلام اللي انا بقوله ده. خلينا بقى نفتح الصندوق ده ونشوف هل فعلا في دولارات زي ما الناس بتقول ولا لا، ودرع اليوتيوب من جوه بيبقى شكله عامل ازاي. تعالوا بقى نشوف، نفتح ونشوف. بسم الله. اول حاجه بتقابلني ده خطاب من اليوتيوب، خطاب شكر ليتر مختوم اهوت يا جماعه من فريق الدعم بتاع اليوتيوب، بيشكروني على وصولي ل 100,000 مشترك، وطبعا بيقولوا لي نتمنى لك مزيد من النجاح يعني، وكلام من ده يعني. هو يعني زي تقولوا كده شهاده تقدير يعني، انا بعتبرها شهاده تقدير يعني. طيب بعد دوت بيقابلنا كارت تاني كده، الكارت ده بيقول لك برضه تهنينا على وصولك، برضه نفس القصه بتاعت الموضوع ده. الكارت ده برضه كارت من اليوتيوب، هو برضه نفس القصه. ايه ده؟ حاجه ثالثه هي بتقول لي الدروع المتاحه حاليا، كل ما توصل لعدد مشتركين معينين بيكون ليك درع معين. نيجي بقى للنقطه التاريخيه والنقطه الحاسمه والنقطه اللي هي بص بقى من الاخر يعني، درع اليوتيوب الفضي اهو يا جماعه، اهو درع اليوتيوب الفضي اهو. ده درع اليوتيوب الفضي يا جماعه، مكتوب عليه اسمي. انا طبعا اسمي ناجي محروس، ولكن ناجي احمد ده يعني اسم الشهره يعني، او ناجي احمد يعني بس عشان ده الاسم اللي انا اتعرفت عليه بس مش اكتر يعني. المهم ان ده الدرع الفضي اهوت يا جماعه. هم بيقولوا هو مصنوع من الفضه، انا والله ما يهمني كم مصنوع من الفضه، مصنوع من الذهب، مصنوع من الخشب حتى، انا كل اللي يهمني التقدير المعنوي اللي الواحد وصل له. انا عايز اقول لكم ان انا في حاله معنويه بفضل الله سبحانه وتعالى، والله العظيم ثلاثه مهما اوصفها لكم ومهما اقولها لكم مش هقدر اوصلها لكم بالظبط هي عامله ازاي، ولكن كل اللي انا اقدر اقوله الحمد لله رب العالمين على كل حاجه. الحمد لله بجد ان التعب ما ضاعش، الحمد لله ان انا في الاخر قدرت ان انا اتحصل على الجائزه ديت اللي نادرا ما حد يتحصل عليها. اي نعم مش نادرا يعني ما حدش، لا، وفي ناس كتيره جدا خدوها وفي ناس كتيره جدا قبل يتحصلوا عليها، ولكن احساسك انك تكون مميز وسط مجموعه قليله من الناس فده بيديك احساس بالطاقه وبيديك. وانا والله بعد النجاح ده لكل شخص في القناه، ولو اعرف اساميكم شخص انا كنت ذكرتكم والله في الفيديو ده، ولكن لكم مني كل ادب وكل احترام وكل تقدير. تعالوا بقى نشوف فعلا هل اليوتيوب بيبقى فيه دولارات في باقي الصندوق ولا لا، علشان في ناس قالت لي السؤال ده وانا حبيت ان انا اوري الموضوع كله للناس عموما يعني. دي طبعا بعد الدرع ده سفنجه، طب والله ريحتها حلوه وعامله زي ما نقول خارجه من محل عطور، ريحتها حلوه قوي. وادي الصندوق اهو ما فيهوش ولا دولارات ولا اي حاجه يا جماعه، الصندوق عادي جدا، صندوق كرتون عادي جدا ما فيهوش اي دولارات ولا اي حاجه، بس عشان الناس اللي سالتني بتقول لي ان يبقى ساعات في دولارات في الدرع والكلام من ده كله. لا يا جماعه ما فيش دولارات ولا اي حاجه، هي اليوتيوب فعلا كويس، اليوتيوب كشغل وكربح وكلام من ده، لا في ناس فعلا بتقدر ان هي تربح من اليوتيوب، مش زي الناس اللي زي حالاتي. انا بس شغال على قد كده عشان برضو انا ليا شغل تاني، مش هو الهدف يعني مش هو الحاجه الاساسيه في حياتي، لكن ليه انا حاجات تانية برضو وانا شغال، عشان برضو الناس بتقول لي احنا بنخش على فيديوهاتك الطويله ما بنلاقيش جايب عدد مشاهدات كتير. يا جماعه انا مش شغال فيديوهات طويله، انا شغال شورتس على اليوتيوب. شورتس دي اللي بتبقى الفيديو مدته دقيقه، يعني بيبقى اقل من دقيقه تقريبا زي التيك توك كده، لان الناس دلوقتي عايزه تسمع المعلومه بسرعه وتخلع. فانا شغال شورتس على اليوتيوب وريلز على الفيسبوك. اتمنى انكم تزوروني على الصفحه، والحمد لله رب العالمين ان انا بقدم محتوى هادف يرضي ربنا سبحانه وتعالى. واشوفكم على خير
حلقات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.